في حادثة العلم علي بن شيخ لو تعلقنا عليها، السلطات الجزائرية والسفارة الجزائرية هناك تدخلت بقوة ونزعت العلم الذي وضع أو تم وضع علم جزائري. تدخل هذاك الممثل ممثل السفارة الجزائرية، ممثل وزارة الخارجية منها تدخل، طلب من تغيير العلم وتم ذلك، وكان في اعتذار رسمي لأنهم وضعوا العلم قبل وصول البعثة الجزائرية، علم ليس بالعلم الجزائري، ما عدا يعني كانوا غالطين في العلم، عاودوا ورينا العلم الخطأ وتدخل أيضا السلطات الجزائرية. ده مش علم جزائري، داروه بالمقلوب تقريبا، والدولة الجزائرية عن طريق لكن رضوان هنا المنتخب الوطني الحق الجور ما باليش وقتاش ناخذ، يمكن هناك ناس راح تقبل والتي سونسي بريباري هاد لاريفي تاع ليكيب ناسيونال، وهذا هذه سي زوتوريتي تاع كوت ديفوار هما اللي ولكن يديروا العلم. ولكن الناس اللي راح وجدت الفندق وكل شيء، الفندق الجزائريين الفندق كان تحت استعمال الجزائريين، هناك ناس تاع السفاره كانت تما، وهذه في الفندق، هذه في الايروبور سمير، هذا النوع هذاك تشوف مام لي شاريو تاع الايروبور كي يلحقوا الايروبور كل ما يجي بلاد يطلعوا العلم، ما يقدروش يفيريفيو هما يشوفوا، يعني باش ما ينظلموا حتى واحد، ماشي في الفندق، في الفندق العلم الجزائري عادي. نقول لك الناس اللي مستكلفه بالامور استقبال المنتخب لوجيستيكيه تحكي لوجيستيكيه سواء في الاوتيل ولا في الايروبور، لازم تكون عندها السونس دونتيسيباسيون، لازمش حتى تطفر باش نجروا نسقموا. ما تقدرش تفيق هذه ما تقدرش تفيق. انا وعلاه البلدان الاخرى ما صارت لهمش؟ باسكو ما غادوش في العالم تاعنا. لازم نتعلموا، باش نتعلموا كي تكون حاجه حادثه صارت ماهيش في صالح البلاد، لازم نحاسبوا الناس اللي كانت الخدمه تاعها سي دو بريباري لاكوي دو ليكيب ناسيونال دو لايروبور جوسكا لوتيل. ولكن في الايروبور سامي خويا باش معليش احنا الاختلاف رحمه، نختلفوا كل واحد يعطي رايه، وانا نقول لك هذه في المطار احنا لما انضمنا الكان ولا الشان عفوا ولا اقل من 17 سنه ما يقدرش يجي منتخب يجي يقول لك وري لي الاعلام اللي راح تستقبل به في المطار. هذا المطار عنده دوله تاعو هي اللي تحميه. في الفندق انا معك، راحوا للفندق شفنا الفندق كيفاش راه في طريقه جيده من الناحيه اللوجستيكيه، لما توصل للمطار يهبطوا العلامات ويطلعوا الاعلام اللي جابوه هما جابوا علام غلط، جات ممثل تاع السفاره قالوا هذا ماشي علم، هبطوا دوك تو سويت باسكو هذا ماهوش علم الجزائري، ما يقدرش يعرف الافونس واش راهم محضرين الايفواريين باش يحطوا لك. على كل حال هذا يبقى رايك. علي بن شيخ واش رايك في هذه الحادثه؟ هل هذه الحادثه سي ان بوان نوار ولا ماهيش حاجه؟ هذه والو، هذه حاجه دو ريان دي تو سي ان ايرور جو بونس. اسكو كي بداو يطلعوا الاعلام تم ريكتيفياه خلاص لا ايتي لا فيسون طرافاي هذا تاع كونسولا ولا السفاره ولا ما داروهاش بالعني، ممكن ما عرفوش. بالك خطا ولا جو بونس ولا الالوان نفسها برك يقلبوا العالم. كان خطا. معاذ هل تعتقد بحضور، شفنا حضور تاع الكثير من البعثات، هل كاس افريقيا هذه حتكون احسن من كاس افريقيا تاع الكاميرون حسب رايك؟ اعتقد افضل واحسن، لانه اولا لانه صعبه الامور على بلد لوحده اليوم ب 24 منتخب. اليوم الظروف مغايره لما كانت في الكاميرون، شفنا كيف كانت الظروف اولا الصحيه كانت صعبه جدا على كل البلدان، فما بالك البلدان الافريقيه اللي مثل قلنا الكاميرون. اليوم في كوت ديفوار من خلال ما نشاهده اعتقد انها ستكون افضل بالنظر خاصه للجانب هذا الصحي اللي راهو يختلف تماما على ما كان في الكاميرون. واضح. سالم بن شيخ الكثير قدم ترشيحات حول وصول الجزائر الى ابعد حد واخر هؤلاء. سفيان فغولي الذي يتحدث عن النهائي، وصول المنتخب لنهائي كأس إفريقيا، يعني الوصول للنهائي إن شاء الله ليس ببعيد على المنتخب الوطني. لا أدري لماذا الأصوات كثيرة ناضت، لماذا نقول ونفرض ضغط على المنتخب ونقول لازم يوصل للنهائي. هذا أقل شيء يعني، لأنه منتخبنا الآن في أحسن أحواله وإن شاء الله ما نروحوش غير للنهائي، نروحوا للنهائي ولما لا الحصول على النجمة الثالثة. شاهدوا ما قاله سفيان فغولي. L'équipe a très bien travaillé. Voilà, on savait pourquoi on était venu ici au Togo. L'intention c'était de s'acclimater parce qu'il faisait très chaud, très humide pour arriver prêt en Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est à peu près le même climat. Donc on est venu dans la difficulté pour pas être surpris quand on va débuter la compétition. Voilà, une bonne ambiance dans le groupe, tout le monde est prêt et surtout tout le monde a envie de gagner la compétition. De toute façon, pour être champion d'Afrique, il faut être la meilleure défense. Donc voilà, on veut vraiment être défensivement au top du top. Après, on a de la qualité. On est capable de marquer à tout moment, donc voilà, on va essayer de, dès le premier match, répondre présent et gagner et prendre les matchs les uns après les autres jusqu'à la finale. Jusqu'à la finale يقول سفيان فغولي اللي يقول بور اتر شامبيون دافريك لازم تكون لا ميور ديفونس، يعني الهدف
هو الحصول علي بن شيخ على النجمة الثالثة، مثل ما قال الكثير، مثل ما قال مجال، مثل ما قال فيليد، مثل ما قال الكثير من المحللين اللي يرشحوا الجزائر إن شاء الله للوصول على الأقل للنهائي. الوصول للنهائي طبعا هو البحث عن المرتبة الأولى وحصد النجمة الثالثة بإذن الله. من حقه أنه سفيان فغولي يتفائل بهذه المجموعة، قال لي أتر بولاتر شامبيون دافريك. والله شي يضحك شي يبكي. باسكو تو ليفيكتيف هذا، tu as avion privé, tu as l'hôtel particulier pour l'équipe, tu as tout ce qu'il faut. Où les joueurs sont bien préparés, ils sont motivés. tout ce qui les ingrédients كاع حاضرين. واش تطلب انت؟ تقول نروحوا بارتيسيبيو؟ لا يضحكوا علينا الناس. صح. اوني احنا و كالكو زيكيب كوت ديفوار ماشي كيما احنا ما نجموش نكونوا كيما سي با انا تنزاني مثلا، تنزاني بوركينا لا مش عارف انا هاد لي بي غومبي، هنا تكون مع سينيغال، تكون مع مصر، تكون مع المروك، تكون مع لا كوت ديفوار. هذه هي سينيغال. نعم هادو هما سي لي جو بونس لي 4 لي 5 ولا 6 ايكيب ناسيونال نقولوا لي ميور. بون الفوتبول parfois il y a des surprises. Il y a des surprises, mais je pense que les ingrédients راهم كاع هنا. واش قال فغولي اي جوست سوي داكور معاه. رضوان كاين في الجزائر يفول دير فرانشمون هناك فئتين. كاين فئه لها الجرأه في التحليل تقول تمد رايها بكل حريه بكل موضوعيه، تمد رايها على الأقل نسمعوا رايها. تمد رايها تقول لك انا صحيح نسمعوا رايها، لها الجرأه للكلام وتمد رايها بكل افيك دي زارغيومون سوفون. وكاين فرقه اخرى اختصت في تحاليل الاخرين. اصبح عندنا في فئه من المحللين في الجزائر معروفين على كل حال، مشهورين بالتطبيل، معروفين يعرفوا غير يحلوا واش يقولوا الاخرين. انا جامي كاين شي ناس جامي سمعتهم قالوا لنا رايهم، يستناو بعض البلاطوات يهضروا باش هما يهضروا اون جينيرال دي جامي لو رافي ils prétendent analyser ce que disent d'autres consultants. هذه سي با بيان، هذه شيء انا جو بونس سي دي تروك تو تروف كون الجيري يستنى واش تقول انت باش هو يبدا يحلل واش تقول انت ويبدا يطيح عليك باش يسوء الوسد كيفاش يسود الصوره تاعك. انا هذه الصحافه هذه الجديده هذه ولا التحليل الجديد هذا اللي انا ما سمعتلوش ما نعرفوش، جديد في الجزائر. سيتي امبورطون دو دير. بعيدا عن هذا خلينا نغلق القوس، لاني لا اريد دائما ان نرد على اي طرف. احنا الحمد لله عندنا الجمهور اللي نرد. جو في ان كونستات دو كيلكو شوز كي اكزيست اون الجيري. elle est absurde stupide mais elle existe. معليش elle existe. c'est des plateaux qui sont spécialisés في l'analyse d'autres plateaux. هنا دوك هذا واش تقال اليوم جو سوي كونفينكو دون دو تروا جور تلقاه il est analysé décortiqué ailleurs. هذا النوع من التفكير هذا تلقاه هنا مونافي تلقاه غير في الجزائر. نعم خليني بك نعطيك على التفاؤل باش نكونوا متفائلين. هل انت متفائل بان الجزائر ستذهب بعيدا في هذه الدوره؟ الكثير يعني يقول باننا مليح كي رانا شويه ما راناش مرشحين من طرف البعض، حتى الناخب الوطني قال سنذهب الى ابعد حد ولم يقل انني ذاهب من اجل الفوز بكاس افريقيا. مي اوفون انا تكلمت مع بعض اللاعبين داخل المجموعه، نقولها داخل المجموعه، راهم معولين على اننا سنذهب الى كوت ديفوار او نحن في كوت ديفوار الان، المنتخب في كوت ديفوار في ظل كل هذه الظروف الجيده باش نجيبوا النجمه الثالثه باذن الله. هل انت متفائل صراحه؟ والله بور سانسير معك انا متفائل باللي المنتخب الوطني سيبدا كاس افريقيا في احسن الظروف. انا نظن ان المنتخب الوطني مؤهل باش يروح للسكون تور. ابري ابارتير دو سكون تور سي دو ماتش بار ماتش. ولكن كي تشوف المجموعه اللي عندنا الامكانيات اللي عندنا انا جو نسري با ايطوني اذا غدوه المنتخب الوطني لحق الدومي فينال باغ اكزومبل. شكرا. خليني نروح للسؤال اخر لمعاذ وعلي بن شيخ. معاذ، هل تعتقد بانه مفتاح هذه الدوره هو اللقاء الاول امام انغولا؟ نفس السؤال سأطرحه على بن شيخ. هل لقاء أنغولا مهم جدا؟ لأنه شفنا المدن الأخرى المنتخب الوطني وصل في طائرة خاصة
تحت قيادة رئيس الوفد لحد الآن سيد قاصد عضو المكتب الفيدرالي، هو اللي كان رئيسا للوفد. سيد وليد صادي لم يلتحق بعد بلومي ولا بالكوت ديفوار، ممكن أن يلتحق هذا الأسبوع قبل بداية الدورة، أو سيحضر لقاء الافتتاح ويلتقي طبعا بالكثير من رؤساء الفيدراليات او الاتحادات اللي راح تكون حاضره في لقاء الافتتاح، وبعدها يلتحق بابواكي. كل الظروف حتى اللاعبين جد شاهدناهم فرحوا كثير وخمسوا مع الجميع عند حضورهم الى مدينه بواكي. شيء جميل انه ما كانش وش اللي حدث في الكاميرون مثلا. لما وصلوا للكاميرون بعض اللاعبين الفندق ما عجبهمش، قال لك الفندق صغير جدا والغرف لم تكن جيدة في المطار في الكاميرون بسبب إجراءات صحية آنذاك. طولوا في المطار، كانوا اللاعبين وحدهم هما يروحوا عند رجال الشرطة من أجل منح الباسبورات تاعهم، جوازات السفر. هذه المرة الخروج كان سلس، كل شيء على أحسن ما يرام. راح نشوفوا بعد قليل أيضا صور الفندق الرائع الذي تم تجهيزه للمنتخب الوطني. هل المنتخب في أحسن الأجواء في بواكي حسب رأيك؟ شوف اردوان، وصول المنتخب الوطني في الكوت ديفوار كان منتظر. لازم السمعه تاع المنتخب الوطني والنجوم اللي موجوده في الفريق طبيعي. دونك ابري الاستقبال هذا الحال فات ليكيب ناسيونال راهي في اوتيل وحدهم، والبيرسونال كاع يخدم في النخبه الوطنيه. يعني on peut pas trouver mieux comme condition d'accueil et de séjour. بقات الان لا كومبيتيسيون تبدا، و جو بونس كو كانت في حصه مغلقه امس، فيه بعض صور تاع على مستوى موقع الفاف توريها لنا امس. الحصه تاع امس كانت اول حصه تدريبيه مغلقه. دي ريغلاج تاكتيك بالك افير، ولكن يعني انا نظن باللي المنتخب الوطني راهو في احسن الظروف. حصه تدريبيه من موقع الفاف ابو علاء. نعم راح نشوفوها حصه. نعم سي ديفيسيل دو تروفي ميو، فرانشمون سي ديفيسيل دو تروفي ميو. إذا هذه الصور التي نشاهد لأول حصة تدريبية في أجواء رائعة، ملعب أرضية الميدان. راح نشوفوها أيضا بعد صور زميلنا محمد ترياقي، راح نشوفوا بعد قليل هذه صور الحصة التدريبية. أرضية التدريبات جيدة وجيدة جدا، أرضية الملعب أيضا جيدة. معاد نمرودي، أعتقد أنه المنتخب في أحسن الظروف المواتية، ولو أنه في هذه الحصة يعني نشاهد فيها هذه صور الاتحادية الجزائرية لكرة القدم كان فيها حادثة راح نشوفوها بعد قليل، حادثة الدرون. كاين واحد حب يصور الحصة التدريبية اللي كانت مغلقة بالدرون وتم توقيفه من طرف رجال الشرطة، وهذا لا أدري لماذا قام بهذا العمل. هل من أجل التجسس؟ أنا نشاهده هذه لما وصلت البعثة وبعدها انطلاق الحصة التدريبية، لوحظ أحد المناصرين بالدرون، أغلقت الأبواب وبدأ يصور في الحصة التدريبية بالدرون بجهاز الدرون، وتم توقيف الجهاز وتوقيف الشخص من طرف رجال الشرطة الذين التحقوا مباشرة بالمكان وأوقفوا الشخص. رضوان، لما تشوف ما عدا هذه الحادثه، اعتقد انها هي محاوله تجسس، ولكن حادثه طريفه. ممكن بالك سياسي حادثه طريفه الخلفيه، لا ندري لماذا وعلى اي اساس، ولكن هي مجرد حصه تدريبيه. هي الحصه التدريبيه الاولى بمجرد وصول المنتخب الوطني الى بواكي من اجل الشروع في التحضير للمباراه الاولى. اعتقد انه في دوره مماثله لا توجد ظروف افضل من هذه التي يتواجد عليها اليوم المنتخب الوطني. المطلوب هو اقامه مريحه، ميدان للتدريب يكون مريح، يكون جيد ويساعد اللاعبين، وما تكونش بعد كذلك في المسافه ما بين ميدان التدريب وما بين مكان اقامه المنتخب. على بعد 10 امتار. لا، نتحدث على مكان تدريب، لانه يعني بصفه يوميه اللاعبين راح يجربوا التدريبات، ما تكونش فيه مسافه بعيده كذلك. هذا مهم جدا. وكذلك الملعب الذي سيحتضن المباريات، اذا هي ظروف مهيئه. طاقم اليوم في الفندق من خلال الذي سيسهر على راحه المنتخب مثل ما هو معمول به دائما، هو يكون وضعته الاتحاديه تحت تصرف المنتخب الوطني. كل هذه الظروف قلت لا يمكن المطالبه بأكثر في الفندق. نعم، الفندق من اروع ما يكون. هذه هي الظروف، افضل ان تكون الظروف افضل، لانه هذه هي الظروف المماثله من اجل التحضير في دوره مماثله اللي هي كاس افريقيا. رضوان، نعم، صور مثل ما قال سمير، الصور
تتكلم عن نفسها. يعني المنتخب متواجد في احسن الظروف، وهذا شيء يبشر بالخير بعد نجاح تربص الطوغو. ان شاء الله المنتخب الوطني يذهب الى ابعد حد. صور جميله جدا تشعرك وكانك في مركز سيدي موسى، الملعب او الفندق الخاص بالمنتخب الوطني. لا يوجد اي منتخب ما عدا ربما منتخب واحد ليس في نفس المدينه هذه، في مدينه اخرى، اللي اختار فندق خاص به. المنتخب جهز او الاتحاديه جهزت الفندق هذا علي بن شيخ من اجل اقامه طويله، رضوان. من اجل اقامه طويله ان شاء الله، لانه على الاقل 3 مباريات ستلعب في بواكي. هنا استسمح علي بن شيخ. شكرا على المشاهدة، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. تحياتي.